اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة للرز المعمر. هخليكي تغيري فكرتك خالص عن الرز المعمر. معايا نص كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس، معايا كيلو من اللبن، كوباية من السكر، كيس فانيليا، كوبايتين من المية والسمنة. هنصفي بقى الرز كويس خالص ونفضيه في الصينية، ونحط عليه ربع معلقة ملح. تمام. وهنجيب بقى معانا حوالي 3 أو 4 معالق كبار سمنة. طبعا انا عشان لسه مطلعه السمنه من التلاجة فهتلاقيها ماسكه شويه، فالمفروض انها تبقى سايحه. تمام. ادعك بيها الرز كويس بقى قوي، تخلي الرز يتشرب من السمنه. هنزل بكيس من الفانيليا، ولا بقى قشطه ولا سمنه بلدي ولا اي حاجه، دي سمنه روابي بالقشطه، حلوه جدا، جربوها هتعجبكم. احط كوبايه من السكر، كوبايه من السكر معقوله قوي، يعني الحاله بتاعه كويس مظبوط. لو انت بقى حابه تزودي عن كده براحتك، حابه بقى تقللي برضو براحتك. خلاص، هنقلب بقى السكر لحد ما يدوب وتكون السمنه ساحت. اهم حاجه يكون اللبن لسه مغلي، يكون اللبن مغلي حالا وتفضيه على الرز، يكون اللبن سخن. وكمان المية اللي هنحطها مية تكون مغلية، يعني يكون اللبن لسه مغلي وطفي عليه، انزلي بيه على الرز والمية كمان. تمام، لان دوت هيساعد على سوى الرز كويس قوي. هتقولي لي ما انا حاطه لبن، هحط مية ليه؟ هقولك لو ما حطيتيش مية الرز بتاعك مش هيطلع مظبوط. لازم مية علشان يستوي كويس، لان ممكن يتشرب اللبن بسرعة لو انت ما حطيتيش مية ومش هيستوي. تمام. طبعا لازم يكون فرن سخن جدا، فرن سخن، يعني انت اول ما تبداي بقى تحضري حاجتك تكوني مولعه الفرن. هتدخليه فرن سخن قوي. وبعد كده تبصي عليه لما تلاقيه بقى اتشرب زي كده من اللبن، شرب اللبن كله، هتبداي بقى تولعي الشوايه. تمام. واحنا برضو شغالين من تحت، انا الفرن بتاعي شغال تحت وفوق، فبعد ما يتشرب اللبن هنولع فوق. تمام. وهو ده بقى شكله بعد لما استوى وبقى تمام. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واختاروا الكل. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.